ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يلا بينا بقى نعمل شوية بطاطس باللحمة، وكمان معاهم شوية رز مفلفل. لكن ايه، حاجة رائعة. يعني صينية البطاطس ميختلفش عليها اتنين، ولكن ليها تكات كده بتوديها في حتة تانية خالص. زي ما انتم شايفين، عملنا صينية بطاطس باللحمة، وعملنا رز بالشعرية، وعملنا كمان عصير فراولة باللبن. كل ده واكتر هنعرفه في تفاصيل الفيديو. وطبعا هنتكلم برضو عن لو حبيتي تعملي صينية البطاطس بأي حاجة تانية مختلفة، أو حتى لو سادة. كل ده وهنعرفه أكتر. بس بصي بقى، بصي البطاطس المهرية، بصي اللحمة الدايبة دوب اللي مش محتاجة مجهود أساسا عشان تقطعيها. روعة روعة. وبصي الرز المفلفل. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ. حطينا هنا في طاسة معلقة سمنة كبيرة على معلقة زيت. زي ما انتم شايفين، هنستنى الطاسة انها تسخن شوية عشان ننزل باللحمة، عشان نقفل مسام اللحمة. معانا هنا كيلو لحمة، ومعلقة سمنة بلدي كبيرة، ومعلقة زيت. لان لازم نحط زيت مع السمنة عشان السمنة متحرقش. تمام. زي ما انتم شايفين، هنهز كل شوية عشان ما نبقاش محتاجين ان احنا نقلب. تقليب دلوقتي مش هينفع. زي ما انتم شايفين، لازم نستنى لما تاخد لون. انا بقلبها كده عشان ما تلزقش. اول ما تاخد لون على طول هبدأ ان انا اقلب واديها صدمة من الناحية التانية. وده اللي بيخلي اللحمة تستوي وتبقى طرية. اللحمة لو نزلت السوائل اللي فيها ما بتبقاش حلوة. خلاص تمام. معانا هنا بصلتين وسط، عليهم معلقة ملح ومعلقة فلفل أسمر. تمام. دعكناهم في بعض ونزلناهم في الصينية. معايا هنا بطاطس متقطعة شرايح وسط برضو، لا هي تخينة ولا هي رفيعة. وهقولك ليه. يعني مينفعش تعمليها تخينة قوي ولا رفيعة. رفيعة تتهري، وتخينة هتاخد سوا. وقطعة اللحمة اللي معانا فليتو، فهتاخد سوا بسيط جدا يعني. هتستوي بسرعة مع صينية البطاطس. تمام. لكن ما ينفعش تجيبي قطعة من الفخدة وتحطيها في البطاطس. في صينية البطاطس مش هتستوي خالص. كل قطعة لحمة وليها طريقة سوا. الفليتو حلو جدا، وبالذات لما تديها صدمة وتديها كده تشويحة على النار جامدة، فبتبقى في التسوية سريعة وحلوة وناعمة. هي من اللحمة الناعمة. تمام كده. انا هرص على صينية البطاطس. وزي ما انتم شايفين يا حبايبي، طبعا انت لو عندك فراخ تمام ماشي، برضو بتعملي نفس الحكاية. بتدي للفرخة ايا كانت وراك او غيره، بتديها تشويحة برضو، وبتروحي برضو رصاها نفس الرصة. كفتة بتعملي الكفتة برضو نفس الحكاية. ادي الطماطم. انا عندي طماطم بخزنها، ببقى عاملاها صلصة، وبطلع على قد الطبخة يعني. حطيت كوبايتين طماطم كبار، وحطيت كوباية مية. وادي حبايبي بعد ما بدأت تغلي هحط معلقتين سمنة، حسب برضو ما انت عايزة. ممكن تحطي ده يعني فيها لحمة، ممكن تحطي معلقتين زيت. معايا هنا حلة حطيت فيها معلقة كبيرة سمنة، معلقة كبيرة قوي يعني كده حلوة. ونزلت بكوباية شعرية، هشوحها كده تشويحتين لغاية ما لونها يبدأ يتغير. واكون عندي غسلة 3 كوبايات رز. تمام.
انا بحب الشعرية تكون وسط، يعني لا تكون كتيرة قوي ولا تكون قليلة برضو. فانا حطيت كوباية شعرية على 3 كوبايات رز. وادي حبايبي بعد ما خدت لون هنزل بالرز، وهديله برضو تقليبة او تقلبتين كده، وانزل بالمية المغلية. طبعا ببقى معلقة على المية سواء في الكاتل او في البراد، عشان خاطر تنزل على الرز وهو سخن. يعني الرز سخن والمية سخنة، فالرز يطلع معاكي مفلفل. يعني انا شوحت الرز اهو عشان يبقى سخن كده مع الشعرية، واروح نازلة بالمية السخنة كده الرز يطلع معاكي مفلفل. حطيت معلقة ملح كبيرة ممسوحة، ونزلت بالمية بقى كده، مية مغلية كده. الرزاية تطلع معاكي مفلفلة وحلوة، والرزاية برزتها، والرز ما يعجنش خالص. طبعا انا بحط المية بالنظر، انتي لو متعودة تعايري عايري. يعني دول كوباية شعرية و3 كوبايات رز بياخدوا 5 كوبايات مية. وادي البطاطس هحطها في الفرن ونرجع بعد ما نخلص. وادي الرز يا حبايبي استوى وطفيت عليه، وهغطيه واسيبه. معايا هنا كيلو فراولة، قلت كده اعمل شوية عصير زي ما انتم شايفين. همسك الاول الفراولة قبل ما اغسلها، اقطع العرش الاخضر لان بيبقى فيه تحتيه رملة. الفراولة من اكتر الفاكهة اللي بتبقى مليانة رمل، فلو غسلتها وقطعتها هيبقى برضو محتاجة ان انا اغسلها تاني، والفراولة بتتأثر من المية بسرعة. فانا هقطع العرش الاول، وبعد كده احطها تحت مية جارية مرة واتنين وتلاتة. يعني اغسلها وانشلها واغسلها وانشلها، وفي اخر حاجة احطها في مصفى تصفى يعني. تمام. ببقى محضرة كيلو من الحليب، طبعا زي ما انتم شايفين كده. انا بشيل الوش مش بحطه في العصير، انا بخزن الوش بتاعي، اعمل منه سمنة او احتاجه في المعجنات زي ما انتم شايفين. بص اللبن اللي بخيره بيبقى حكاية يا جماعة. يعني مش اي حليب يطلع وش جميل كده. تمام. طبعا انا معايا كيلو اللبن، شلت الوش بتاعه، وهبدأ بقى ان انا احط السكر بتاعي. طبعا ده السكر. حطيت الفراولة المغسولة ومتصفية كويس، وهبدأ بقى احط حليب. مش بزود انا مية، انا بحط الحليب بس، وبضرب على كده. يعني فراولة وسكر وحليب، انا مش بزود مية. انتي وراحتك، حبيتي تزودي زودي. تمام. ممكن برضو تعملي العصير من غير لبن خالص. ممكن تحطي مية متلجة او مية ساقعة على الفراولة والسكر وخلاص. ممكن تستبدلي اللبن الحليب السايب بلبن بودر، حسب امكانياتك وحسب اللي موجود عندك في البيت. تمام. خلاص كده انا حطيت حبة سكر صغيرين لان انا مكترة السكر في المرة اللي فاتت، فانا بظبط كده السكر بتاعي. كده انا حطيت كيلو لبن، شلت منه كوباية واحدة. يعني كيلو لبن الا كوباية واحدة. وهضرب، بضرب نص ضربة. ليه؟ لان انا بحب الفراولة تبقى قطع، فمش بضربه فترة طويلة، مش بخليها تنعم. يعني انا بحبه كده. انتي وراحتك بقى، انا بديكي افكار وانتي صاحبة القرار. زي ما انتوا عارفين ان انا بحب دايما اقولك افكاري او المعلومات اللي بحبها يمكن تكون تناسبك. وادي حبايبي صينية البطاطس بعد ما طلعناها اهي، تحفة تحفة. وادي الرز المفلفل اللي بالشعرية الجميل، تحفة يا جماعة تحفة. طبعا انا دخلت صينية البطاطس
10 دقايق تحت الشواية انتي وبراحتك، مش حابة تعملي كده براحتك. زي ما انت شايفة البطاطس مش مستحملة واللحمة مهرية، لان الفليتو بيبقى سهل قوي في التسوية وبيبقى متناسب خالص مع صينية البطاطس. طبعا انتوا لو حابين تعملوا فراخ او تعملي كفتة، هي صينية البطاطس صراحة متقبلة كل الاذواق. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب يكون نال اعجابكم. زي ما انتوا شايفين اللحمة مش مستحملة خالص انها تتمسك اساسا. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ومع ألف سلامة يا حبايبي.